السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قضية الطفلة سندوس، هذه القضية اللي هزات الرأي العام المغربي مازال كتحمل في طياتها أسرار كتشيب الراس إخواني أخواتي. فاليوم عندنا مستجدات خطيرة وخطيرة جدا ومعطيات غادي تكون صادمة بالنسبة لكم. اليوم غادي نغوصوا في تفاصيل دقيقة ومعطيات حصرية بخصوص واحد الطرف اللي ظهر فجأة في مسار التحقيق. عشيقة الأب السابقة، واش الغيرة العمياء ممكن توصل لإنسان لهذه الدرجة؟ واش حنا قدام انتقام نسائي مدروس؟ اليوم غادي نكشفوا شنو لقات الفرقة الوطنية داخل منزل هذه السيدة، وكيفاش الخبرة التقنية كانت هي المفتاح اللي فكك رموز شفرات الاتصالات المشبوهة. هادشي كامل غادي نعرفوه اليوم إخواني أخواتي، فبقاو معنا. من بعد ما تفتح الملف على مصراعيه رجال الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وبفضل الحنكة ديالهم بطبيعة الحال ما خلاو حتى تغرى الخبرة التقنية والعلمية اشتغلت على هواتف العائلة. وهنا كانت المفاجأة، لقاو خيوط اتصال كتربط الأب بواحد الرقم مجهول. هذه الاتصالات ما كانتش عشوائية، بل كانت مكالمات منتظمة وبالضبط في فترة ما بعد الزوال. استعمال خاصية GPS مكن المحققين من تحديد مكان مولات النمرة وعرفوها بالضبط فين كاينة، وفعلا اتضح أنها سيدة كانت عندها علاقة قديمة بالأب، علاقة كترجع لسنوات قبل ما يتزوج بأم سندوس. هاد السيدة إخواني أخواتي واللي هي في الأصل إطار تربوي، يعني معلمة وماشي إنسانة ما واعياش ولا ما قارياش، بدات كتحوم حولها الشكوك، خصوصا أنها كانت كتردد على المحل ديال الأب باستمرار وعندها علاقة معاه. هنا إخواني أخواتي غادي ننتقلوا لواحد المشهد اللي صعيب بزاف، فاش واجهوا المحققين الأم ديال سندوس بهاد المعطيات. الصدمة كانت قوية. الأم وبكل حرقة أكدت للبوليس أن هاد البنت لاصقة في حياتهم هادي مدة طويلة وماشي أول مرة، وما بغاتش تبعد على راجلها واخا هو دار دارو ووليداتو. الأب وتحت ضغط الحجاج اعترف باللي فعلا كانت علاقة غرامية قديمة بينه وبين هاد السيدة، وكان وعدها بالزواج، ولكن الأقدار شاءت أنها هي اللي تخلت عليه في الأول بدعوى الخطوبة من شخص آخر. ولكن مجرد ما تزوج الأب وبدأ الحياة ديالو رجعات كطاردو وكطلب منه يرجع ليها. واش ندمات ولا الغيرة قتلاتها؟ فاش شافتو أسس أسرة سعيدة مع سندوس؟ هاد التساؤلات إخواني أخواتي هي اللي خلات وكيل الملك يعطي الأمر بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية. إخواني أخواتي، بأمر قضائي تحركت العناصر لعين المكان لتفتيش منزل المشتبه فيها. في الأول من بعد ما بداو البحث ما لقاو حتى شي حاجة، ولكن فاش دخلوا لغرفة النوم ديالها لقاو معطيات صادمة جدا. أولا صور قديمة كتجمعها بالأب في الأيام ديال الصغر، وهذا كيوثق الهوس ديالها به وما نساتوش، وكيبين وكيأكد بأنه فعلا كانت بيناتهم علاقة. ولكن الأخطر من هذا الشيء هو عثور المحققين على حفاضات أطفال. هنا التحقيق خدا مجرى آخر. علاش سيدة عازبة عندها حفاضات أطفال في البيت ديالها؟ واش هاد السيدة فعلا كانت كتخبي سندوس تما، ولا كانت ناوية دير شي خطة اللي ما طيحش على البال؟ خلال التحقيق مع والديها أكدوا باللي بنتهم ما جابت حتى طفل الدار، ومن واجهوا المحققين دعت باللي دوك الحفاضات كتستعملهم هي لأسباب خاصة. هذا الغموض هو اللي خلى المحققين يحجزوا الهاتف ديالها لإجراء خبرة معمقة على الشريحة ديال الهاتف باش يعرفوا واش كاينين صور أو تسجيلات تم المسح ديالها لإخفاء معالم الجريمة. بطبيعة الحال الخبرة التقنية ممكن تسترد أي فيديو ولا صور تمسحوا من الهاتف. حاليا تم إطلاق صراحة، ولكن مع إغلاق الحدود والمنع منعها من مغادرة المدينة لتبقى رهن إشارات التحقيق. الفرضية القائمة هي أن هاد السيدة كانت كتحاول تستدرج الأب بالأسئلة ديالها اليومية على سندوس وعلى القرية باش تعرف التحركات وتنفذ الانتقام ديالها مع الأم. وفي الختام إخواني أخواتي احنا كنتمناو القضاء يضرب بيد من حديد على كل واحد تورط في هذه الفاجعة. شنو بان لكم إخواني أخواتي؟ واش الغيرة فعلا ممكن تكون الدافع؟ خلوني الآراء ديالكم في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.